انتي اللي هتبقي خسرانه في الاخر. هتصحي في يوم هتلاقي نفسك لوحدك. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. انا الفيديو ده قعدت على الكنبه ومش عامله سكريبت، وناويه ان انا اتكلم براحتي من قلبي جدا، وعارفه ان انا كلامي اصلا بنسبه كبيره مش هيبقى منظم خالص، بس انا عارفه ان كده كده الرساله هتوصل. هكلمكم في ايه بقى؟ عايزه اكلمكم في حاجه بجد مهمه جدا. مصطلح دارج بس الناس استخدمته غلط، يعني الناس سابت المعنى الحقيقي بتاعه واستخدمناه غلط، وهو الاستحقاقية. اولا ايه هي اصلا الاستحقاقية دي؟ هشرحها بسرعة جدا بطريقة عامية جدا. الاستحقاقية دي انا عارفة قيمة نفسي، وانا عارفة ان انا استحق 1 2 3، فانا بتعامل على ان انا عارفة قيمتي الذاتية وانا استحق ايه، وبتعامل على اساسه. بس الناس بقى استغلتها اسوأ استغلال. استخدمت الاستحقاقية دي في الأنانية. يعني ايه؟ يعني مثلا زي البوستات اللي احنا بقى بنشوفها دي، من حقي لما الخروجه ما تعجبنيش اقول لا مش هنزل، من حقي لما المكان مش عارفه ما يعجبنيش اقول لا مش هروح، من حقي اقول لكم كده مره واحده ان انا مش عايزه اتكلم معاكم، من حقي ما اسالش على حد. فالاستحقاقيه ولدت في الناس حاجه وحشه جدا، ولدت فيهم الأنانية. مش بقول طبعا كل الأمثلة اللي عدت دي على فكرة لكل قاعدة شواذ، بس اللي أقصده إن الناس يا جماعة بقت أنانية بزيادة. واللي يضايق أكتر إن هم مش شايفين إن هم أنانيين، هم كده فاكرين إن هم عادي عندهم استحقاقية، وإن هم كده عارفين قيمة نفسهم وعارفين هم عايزين إيه ومش عايزين إيه، ويستحقوا يتعمل لهم إيه ويستحقوا مش عارفة إيه. فإحنا كده بقى كل واحد باصص لنفسه. فانا مثلا فاكره ان اوقات كتير قوي برغم ان انا الاستحقاقيه عندي عاليه جدا، بس انا بمارس او انا بستخدمها صح. فاهمين؟ يعني انا مثلا فاكره اماكن كتير جدا ببقى مش عايزه ابقى فيها او مش حابه ان انا اروحها، بس مثلا وافقت لمجرد ان حد من صحابي حابب المكان ده، فخلاص اوكي طالما احنا كده كده هنبقى كلنا قاعدين مع بعض، واهم حاجه عندي ان انا اشوفك او اشوفكم، فعايزه اروح طالما الموضوع مش ازمه، مش عائد عليا بضرر بقى نفسي رهيب ولا اي حاجه. فلا عادي ممكن اروح مثلا مكان مش حابه قوي، بس خلاص اشوف صاحبتي. مثلا لو عندي شغل او حاجه ممكن الغيه علشان خاطر اقابل حد من صحابي. لو جوزي مثلا طلب مني اكله انا مثلا ما بحبش الاكله دي مش عايزه اكلها، بس هو بيحبها فخلاص عادي اعملها له، ما هو دي الاكله اللي هو عايزها. ماشي؟ وامثله على كده كتير. فالفكره بقى ان الناس دلوقتي هي مش عايزه تتنازل، يعني الفكره ان هم دلوقتي انانيين جدا، ماشي، ومش عايزين يتنازلوا، والحياه ما بقاش فيها اي نوع من انواع السلاسه. هو كل واحد فاكر انا لا انا عارفه ان انا استحق مش عارفه ايه، فانا هرفض. الناس بتستخدمها، انا اللي مضايقني والله ان الناس بتستخدمها غلط. يعني انا حتى وانا بتكلم حاسه ان الكلام متناقض، اللي هو مثلا مالي ان انا عارفه ان انا استحق احسن حاجه بان انا مثلا تعالي اخرجي معانا، لا مش هخرج معاكم. ما تساليش ليه، اصلا مش حاسه ان انا قادره ان انا اسال. فالناس بقت بتستخدمها يا جماعه بطريقه غلط. فانا والله بس عامله الفيديو ده عشان انا عايزه اوعيكم، ماشي؟ اي بنت حاسه ان هي بتتعامل بالاسلوب ده، فارجوكي ارجوكي بلاش تعملي كده، لان دي مش حاجه حلوه ان احنا نبقى انانيين شايفين نفسنا زياده، حاسين بقيمتنا زياده لدرجه موصلانا ايه مثلا التكبر كده، للغرور، لشعور العظمه، انا مش محتاجاكم اصلا في حياتي. والله محدش هيندم غيرك انت في الاخر، لان الشخص السلس اللين السهل اللي بيعرف يتنازل ويتغاضى، ولو الموضوع مش هيأذيه يعرف يجي على نفسه ساعات، ده اكتر شخص يعني حياته هتبقى جميلة وهتبقى ميسرة ان شاء الله، عشان هو بيسهلها على اللي حواليه. فانت وقتها انت اللي هتبقي خسرانة، لان الشخص اللي بيبقى شايف نفسه بس طول الوقت وعايز الناس كلها تمشي على ظروفه وعلى دماغه، وعامل لنفسه كده قوانين صعبة قوي وصارمة، واللي هو وهي كده بتبقى متخيلة ان انا عارفة قيمتي، مش هروح مش هتكلم مش هعمل مش هسأل. انتي اللي هتبقي خسرانه في الاخر. هتصحي في يوم هتلاقي نفسك لوحدك. فياريت لو حد بيعمل كده بلاش يعمل كده، واعرفوا ان انتوا دايما لما تبقوا ناس سلسه وجميله الناس اللي حواليكم
اللي اكيد الناس سويه نفسيا يعني، فمش هاجزم بان انت لما تبقى شخص سلس اكيد الناس كلها تبقى سلسه، لا انت ممكن تبقى انسان حلو جدا وكويس جدا ويبقى حياتك فيها ناس زي الزفت عادي ده ملهاش علاقه بيك، بس بدايرتك على الاقل هتبقى ناس كويسه زيك. فلو سمحتوا يا بنات يا حلوين يا شطورين بلاش نعمل كده، بلاش نبقى انانيين واسلوبنا وحش وشايفين نفسنا زياده قوي قوي قوي. الاستحقاقيه مش معناها الغرور خالص، الاستحقاقيه انا عارفه قيمه نفسي وعارفه انا استحق، بدل ما تناموا تصحوا في مره تلاقوا مفيش اي حد خالص في حياتكم. بس شكرا، باي.